السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن رؤية الترجيع أو الكيء في المنام. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. ايه رؤية الترجيع دي يا جماعة؟ رؤيتها جميلة جدا، لأن احنا البني آدم ما بيكون تعبان وبيرجع بيفوق او بيخف، الحاجة اللي بتبقى تقيلة على صدره دي بتبقى نزلت، فالتخلص منها. فالواحدة متزوجة ان شافت نفسها ان هي بترجع، ده تخلص من هموم او مشاكل بينها وبين زوجها او ضيقة مادية، لانها يعني فائد بقى الامور ده هتتحل والامور ده هتتظبط لما تشوف نفسها ان هي بترجع. طيب بالنسبة للبنت العزباء، لو شافت نفسها ان هي بترجع وبترجع حاجة بيضة، ده بيبقى تشوف حاجة بيضة نازلة من بقها شبيهة للبن، ده بيبقى ده يعني ميعاد قريب جدا للخطوبة او الزواج بتاعتها. بيبقى كانت في سحر او ممسوسة او محسودة وتخلصت من الحاجة دي وربنا فك لها الامور دي، فان شاء الله بيبقى زواج لها قريب او خطوبة قريبة باذن الله، التخلص من الحاجات الوحشة دي. بالنسبة للرجل، لو شاف نفسه ان هو بيرجع خمرة في المنام، ده بيبقى مال حرام والتخلص منه، تخلص من مال حرام لو بيرجع خمرة. طيب لو بيرجع دم، ده تخلص من هموم وديون ومشاكل وضيقة وكرب، تخلص من الدين والهموم دي. ده رؤية الترجيع يا جماعة، لأن الترجيع ده التخلص من الهموم أو دين أو مشاكل أو فك ضيقة، يعني ربنا بيفكها عليك بإذن الله. دي رؤية الترجيع يا جماعة، والله أعلى وأعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي عنده أي استفسار أو أي رؤية يخش تحت الفيديو تحت في الكومنتات يكتب لي، وإن شاء الله أنا هكون معاكم وهرد عليكم بإذن الله.